السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وحياتكم عامرة بالحب والطاقة الإيجابية، وتحققوا قاع داكشي اللي كتمناو. واش شفتوا السعودي خالد العليان اللي مشى عند رشيد للجبل؟ شفتوا هادوك الدراري اللي يتلاقى معاهم في الطريق وعطاهم الايفون؟ سبحان الله. شوف ملي ربي ملي كيبغي يجيب لك شي رزق، واخا ما عرفت فين كنتي، شو دابا هما كاينين في الجبل وبعاد وكتب لهم ربي باش يعاونهم. والله الا هاد السيد بدل لي الرأي ديالي على الناس. صراحة بدل لي التفكير ديالي الصراحة. والله تا أهل السعودية ناس طيبين وناس محترمين وطيبين وسخيين. والله الا سخيين. شوف كيفاش سبحان الله جا الوالد ديالو وجاب كادويات للناس حتى هو وفرح ملي تستقبلوه. الصراحة أهل السعودية أهل الكرم والله. خلينا من داكشي اللي كيقولوا الصراحة ظريفين الله يعمرها دار، حتى هما كيكبروا بالإنسان الصراحة. مرحبا بأهل السعودية عندنا في المغرب في أي وقت الصراحة والله. وحنا كمغاربة كنشكروه بزاف بزاف بزاف. والله يرحم من جابو والله يرحم من رباه الصراحة. الله يسهل على الوالدين ديالو اللي ربوه هاد التربية. كيفاش في الوقت اللي كان كلشي كيهاجمنا، كان كلشي كيستفزنا، جا هو وصنع الفرحة وفرح بزاف ديال الناس وبين واحد الصورة زوينة على البلاد، وهضر على داكشي اللي كان بصح في البلاد، وهضر على كيفاش الناس كيستقبلوك، كيفاش الناس متواضعين وناس عاديين، كيفاش السعادة كاينة في هذوك الديور ديال دوك الديور القدام ديال البلاد والماكلة الطبيعية. داك هو المغرب الحقيقي. هذاك هو المغرب. دوزنا أجمل اللحظات دوزناهم ملي كنا كنمشيو عند جداواتنا للبلاد في هذوك الديور ديال التراب وهذيك الماكله. احسن حاجه بين باللي السعاده ما كايناش غير في الاوطيلات السعاده كاينه في الحاجات البسيطين، وهداك الدفء اللي كاين في هذوك الديور. حتى والديه كانوا غادي يسافروا لدوله اخرى ومشاو، ملي شافوا الفيديوهات ديالو في جبال الأطلس، جاو لجبال الأطلس في الثلج، استمتعوا بالثلج. صراحة ناس متواضعين، واخا عندهم الفلوس، واخا ما مشاوش نزلوا في اوطيلات، جلسوا في هذوك الديور العاديين، وكلاو مع الناس عاديين ما فيهم لا شكل حتى شي حاجة. الاب ديالو متواضع، كيبان متواضع. والله بحال هاد الناس زوينين. شكرا ليه هضر على بزاف د الحوايج، ماشي بحال شي وحدين مشاو بقاو كيعايرونا وهضروا خايب على المغرب، واخا استقبلناهم ودرنا معاهم بزاف د الحاجات زوينين. ولكن هذا خالد العليان سبحان الله. سبحان ما نسخروا لينا في هاد الايام. هاد الايام اللي كلشي كان كيهضر علينا، كلشي كان كيهاجمنا، كلشي كان كيتسنى لينا غير الغلطه. ولا جا وبين المغرب احسن حاجه. ورشيد مربي الدجاج حتى هو استقبلوا الصراحة أحسن استقبال. الصراحة هادو هما الناس اللي يرفعوا الراس. كيفاش رشيد استقبلوا، كيفاش رحب بيه في دارو. راه بحال هادشي اللي بغينا نشوفو، هذا تبادل الثقافات. في الوقت اللي كان كلشي كيهاجمنا، جا خالد العليان وقال لهم حبسوا هادشي، اجيو تشوفوا المغرب الحقيقي، وتشوفوا المغاربه الحقيقيين والكرم ديالهم والتعامل الزوين ديالهم واللطف ديالهم التواضع ديالهم. بين بزاف ديال الحوايج اللي زوينين اللي بزاف ديال الناس ما هضروش عليهم. وصل واحد الميساج اللي هو نبيل، اللي هو زوين. هادشي اللي كيدل على انه ابن، طبعا هو ابن المملكة العربية السعودية، ابن الملوك. هذه كتكون التربية ديالهم الحقيقية. الأرض الشريفة، الأرض اللي فيها مكة. شكرا لأهل السعودية الطيبين الأحرار. شكرا لهم بزاف على هذا التعامل، على طيب التعامل، وعلى هذا الإنسان اللي ولدت لنا السعودية. شكرا لهم. الأهل ديالو اللي واخا الانترنت ما كاينش، واخا الطريق بعيدة، مشاو لعندو. الصراحة ناس متواضعين وزوينين بزاف. وكيف ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم،
قالك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وأكرمكم عند الله أتقاكم. حتى السعوديين اللي كيتفرجوا في صانع المحتوى خالد العليان كلهم كيقولوا واو شحال زوين تما، يا ريت كانوا عندنا اصدقاء من تما. يعني عرف على المنطقة، بزاف ديال الناس ما كانوش كيعرفوا ديك المنطقة وما كانوش كيعرفوا جبال الأطلس. كلشي الناس دابا بغاو يمشيو لتما، يعني بحال الا دار اشهار لجبال الأطلس. بزاف ديال الناس دابا غادي يبغيو يزوروا ديك المنطقة ويبغيو يعيشوا ديك التجربة في الثلج وفي الجبال. واخا راه قالك الطريق صعيبة عندهم، يعني كنتمناو يقادوا ليهم ديك البلاصة ويقادوا الطريق باش الناس يبقاو يمشيو ويدوزو تما الصيف. دار لينا إشهار مجاني للمغرب والله. تخيلوا كون إعلاميين كبار داروها ما غاديش تصدق ليهم. سبحان الله. شوف هو دابا جا سبحان من سخروا لينا هادوك كانوا كيعايرونا وجاب لينا ربي واحد اخر. يعني كاينين ناس مزيانين واخا كاينين ناس خايبين وكاينين ناس كيهاجموا المغرب بزاف، ولكن كاينين ناس مزيانين، ماشي كلشي الناس بحال انا كيضحكوني فاش كيبدا رشيد يشرح ليه وهذاك ما فهمش عليه وهذاك ما فهمش عليه، ولكن عادي عايشين السعاده ماشي مشكل. فاش كيبقى رشيد يقول ليه هذا ليمون والاخر كيقول ليه لا هذا برتقال. بزاف ديال الناس كيقولوا لا داك رشيد، تيقولوا ليه انت عندك بزاف الفلوس، انت لاباس عليك، انت كتجي تصور وكتمشي للقصر ديالك. والسيد كيصور العيشه القاسيه اللي عايشين وكيفاش عرفتي راه العيشه ديالهم تما راه صعيبه. راه ملي كيكون الثلج بزاف راه كتقطع ليهم الطريق، وكيبين العيشه اللي عاشوا اجدادهم. هما تيقولوا ليه بعض المحسده كيقولوا ليه لا انت عندك الفلوس انت باص. على قالك على نيتكم ترزقون، داكشي علاش ربي سهل عليه حيت نيته زوينه. ربي كون ما كانش عارف بلي نيته زوينه ما غاديش يسخر ليه بزاف ديال الناس يعاونوه. وقال لك هو واخا يكون عنده الفلوس غيبقى عايش تما، ما غاديش يمشي من ديك البلاصه. الا سافر غادي يسافر وغادي يرجع ليها، حيت تما فين عاشوا جدودو وتما فين عاشوا والديه، وهذيك راه احسن عيشه. عرفتي ديك العيشه ديال هذيك الديور هكاك في البلاد راه احسن عيشه. راه عرفتي راه كاين واحد الدفء تما، واحد السعاده ما يعرفوها غير الناس اللي مجربينها. تخيلوا انه شرى 20 ايفون بقيمه 27 مليون.